هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعنا بوصفة جديدة ويلا نبلش ونقول بسم الله. للعجين نحتاج بصل، راس بصل كبير وبيضة، وراح اخلطهم بمحضرة الطعام اللي ما عنده تقدرون بالهراس الكهربائية او بالخلاط. اخلطهم لحد ما يصير قوامهم ناعم. اعذروني على صوتي، الفيديو كان لازم ينزل قبل يومين، بس بيوم اللي سويت الطبخة ما لحقت امنتج لانه تعبت كلش وتمرضت. فهنا خلينا البصل ومن بعد راح اخلي البيض بيضة واحدة وراح اخلطهم وارجع لكم. هنا صار هذا قوامهم. هسه راح نبلش نخلي عليهم الطحين بالتدريج. انا خليت 5 اكواب طحين. نخلي اول كوب طحين ومن بعدها نخلي عليه ظرف بيكنج باودر. راح اخلي البيكنج باودر وابلش اخلط بيهم شوية شوية لحد ما يصير عندي قوامهم ثقيل، ومن بعدها ابلش اعجن بيهم. ضفت الثاني قلاص وهذا الثالث، ومن بعدها راح اضيف، ورا ما خليت 3 قلاصات راح اخلي كوب روبة او لبن زبادي حسب ما تسمونه انتو. هم راح اخلطه خلط زين. من بعدها خليت الكوب الرابع مالت الطحين. انه باخر شي بلشت اعجن بايدي لانه ثقل القوام مالته. خليت الكوب الخامس ومن بعد راح اخلي ربع كوب زيت واكمل عجين لحد ما تصير عندي عجينة ناعمة العفو وسلسة. قلت لكم اعذروني على صوتي وعلى السحقات الجاية اسحقها، بس لانه مريضة كلش والله العظيم، يعني منتجته بصعوبة لانه وعدتكم انزله قبل يومين وما لحقت. هذا قوام العجينة، طبعا ناعمة وحلوة، وهاي الخشونة شوية بيها للبصل. البصل انطاها طعم فتشي مو طبيعي، انصحكم بيها. هنا للحشوة حضرت جبن موتزاريلا ومعدنوس او كرفس، احنا الموجود عندنا معدنوس، ورشة ملح ورشة بابريكا. طبعا تقدرون تحشونها باللحم المثروم، تقدرون تحشونها بالدجاج، بالبوتيتا، بكل شي شنو تحبون الحشوة تحشوها. هي هذه فطاير، وبعض الدول يسموها جيب القاضي او هيك شي. طبعا العجينة تركتها ترتاح 10 دقايق بين ما خلطت الحشوة. هنا أنا راح أرش رشة طحين خفيفة وراح أخليها عليه وأقطعها قطع. هنا صارت عندي تقريبا 18 قطعة ويا الزوايد اللي راح تطلع من عندها. شوفوا شلون ترفة وناعمة وحلوة، وطريقتها ما تاخذ وقت من عندكم ولا تخمير وقت طويل يعني. فهنا بعد ما مديتها بهاي الطريقة هيجي مدة سريعة راح أقطعها بهذا الشكل وأسويها كور صغار، وانتو بكيفكم تقدرون تسووها بدون ما تقطعوها وبالأحجام اللي انتو تحبوها، لكن هذا الحجم كلش حلو. ونكورهم كلهم نفس الشي وأرجع لكم. هنا راح أرش رشة طحين وأمدهم بشكل دائري، وما أسويهم لا خفاف كلش يعني ورق ولا ثخان، لأن هم هيجي من راح نقليهم راح تنفخ العجينة وتصير كلش خفيفة. قلت لكم طيبة وما تشرب زيت أبد، وحلوة حتى للمدارس للطلاب ياخذوها وياهم للمدرسة. هذا الخف كافي. هنا راح أحط الحشوة، وطبعا مليت الدنيا من الأول فعادي غلسوا. راح أطبقها وأضغط عليها بأصابعي، وبعدين أقصها داير ما دايرها وهي بعد ما تنفتح حتى بالتقلاء. هاي الطريقة أسهل شي. أكو اللي عندكم قوالب مال هيجي عجينة مال فطاير هم تقدرون تسووها بيها بأي طريقة تردون، بس أنا عندي هاي أسهل وأسرع. طبعا سويت لكم إياها على البطيء حتى تشوفونها ويكون الفيديو موضح قدامكم. صارت بهذا الشكل وبهذا الحجم، هيجي حجمها كلش كافي. هنا راح أسوي واحدة ثانية وياكم. طبعا هذا الزايد اللي جاي أقصه من عندها جاي أرجع أجمعه وأكوره وهماتين، فقلت لكم فصارت عندي كلها تقريبا 18 وحدة هذا المقدار. أنصحكم تجربوها، أكلة كلش طيبة وسهلة وسريعة، وتقدرون تسووها كطبق بجانب الأطباق الرئيسية إذا أجاكم ضيوف وهيج. فحبيتها أنا بالجبن الموتزاريلا، انطاها طعم طيب، والمعدنوس لأن هنا احنا قليل عندنا كرفس فنستعمل المعدنوس أكثر شي.
طبعا اللي ما عنده هالقصاصة مال البيتزا تقدرون بالسكينة تقصوها. هذا شكلها، راح اخليهم يرتاحون على ما اكمل البقية. طبعا من اكمل البقية اروح اقليهم هذه هنا أنا ويانا، ما راح اخليهم يرتاحون بس اكمل البقية. ابلش من اول وحدة سويتها هنا. أنا خليت زيت، ما خليت كمية كبيرة لا، بس المهم الزيت يكون حامي. ورا ما اخليهم اشيل الزيت بالخاشوقة او الملعقة واحطه على الوجه حتى تنتفخ عندي. اضبط الطريقة انه تعرفون طريقتكم انه صحيحة وناجحة من تنفخ وتصير هيجي مثل البالونة. نبقى نخلي زيت لحد ما ينفخون، وبعد يتوقف الانتفاخ مالتهم مثل هيج، والنوبة نقلبهم على الوجه الثاني. طبعا ما اقول لكم الريحة مالتها شقد طيبة، لانه ضفنا البصل للعجين. البيض منطاها اي زفر ولا بينت بيها بيضة، بس البصل انطاها فد ريحة كلش طيبة بالقلي، وما تجون تاكلوها تحسون طعم العجينة فد شي هيجي ما اعرف مختلف. تقدرون تستعملوها هذه العجينة للفطاير، يعني اي انواع الفطاير اللي تحبون تسوون بيها. وهنا أنا هذا الشكل النهائي. ما اقولكم، قلت لكم شوفوها شلون ناشفة مقرمشة، ما شربت زيت، وحارة طبعا كانت هنا يدي تجوت وهشة، ومن جوا مثل ما تشوفون خفيفة مو عجين ومتكتلة. طبعا هنا أنا واني جاي اصور لكم صارت مفاجأة. هنا صادف اليوم يوم عيد ميلادي، وما كنت متوقعة. اولادي جابوا لي كيكة وسووا لي عيد ميلاد، وصارت يعني فد شي مفاجأة. فأريد أقول لهم الله يحميكم ويحفظكم لشبابكم، وأشوفكم بأعلى المراتب. وهذا المقطع ضفته مقطع سريع وياكم. أريدكم حبايبي تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأكون شاكرة وممنونة منكم، وبيكم أكبر وأقوى حبايبي. مع ألف سلامة.